اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم كما جرت العاده في قناه اسماعيل الزهري. نتمنوا انكم دعمونا بواحد اللايك واشتراك في الفيديو باش توصلوا بالجديد عبر قناتنا. اخبار رياضيه وطنيه وعالميه. درنا انتقالات في بعض الحلقات ودرنا بزاف ديال الامور، وهضرنا على الفريق المغرب فاسي والمشاركه ديالو لاول مره منذ سنه 2011 في دوري ابطال افريقيا. واليوم الماسك يرجع لدوري ابطال افريقيا برفقه نهضه بركان والرجاء، رفقة الجيش الملكي في كأس الاتحاد الأفريقي. الكرة المغربية بخير. الكرة المغربية في السنوات الأخيرة شاهدنا نهائيات، شاهدنا كؤوس على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات. المنتخبات الإفريقية تضرب ألف حساب المنتخبات المغربية بالفئة ديالها ككل. المنتخب المغربي تغير الجل ديالو، تغير المنظور الكروي منذ سنة 2022 بالوصول إلى النصف النهائي والخسارة أمام المنتخب الفرنسي وتحقيق المركز الرابع في كأس العالم ديال قطر. المغرب من بعد ذلك جاو إنجازات أخرى، كأس الشباب أو كأس أفريقيا لفئة أقل من 17 سنة بالمغرب، وفازوا بالكأس هنا بقيادة بها، هذا لقب آخر. كذلك المنتخب الأولمبي يفوز بكأس أفريقيا لفئة أقل من 23 سنة هنا بالرباط بالمغرب، كذلك يفوزوا بكأس أفريقيا. وكأس العالم في شيلي للشباب قيادة وهبي، وكنتذكروا هذيك الجيل هذاك اللي صنع المجد في شيلي، وفازوا أمام المنتخب الأرجنتيني في النهائي ب2-0. هذو نتائج إيجابية للكرة المغربية سردناهم وحدة تلو الأخرى، ولكن اللي سلبي للكرة المغربية هو الإخفاقات في النهائيات وفي الأدوار الإقصائية لبعض التظاهرات، لا على المستوى ديال السيدات وعلى المستوى ديال الرجال. الرجال في مصر الوصول إلى النهائي كأس الشباب، كأس أفريقيا لفئة أقل من 20 سنة، كنتذكروا أمام النهائي أمام المنتخب الجنوب أفريقي والخسارة كذلك 1-0. كذلك الفئات ديال المنتخبات أو المنتخب ديال السيدات كيخسر 3 نهائيات كيتنظموا أو 3 ديال المباريات كيتنظموا في المغرب هنا، كيخسر في دور نصف النهائي 2 مرات وكذلك في النهائي مرة واحدة. المنتخب المغربي كيعاني كثير على مستوى السيدات، رغم أن صرفت ميزانية كبيرة لهذه الفئة هذه، الفئة ديال السيدات المنتخب النسوي، لكن مازال أخفاق على مستوى تحقيق الألقاب. كنوصلوا لأبعد نقطة كنقربوا نحققوا إنجاز ولكن ما كنقدروش. إخفاقات كتجي بسبب شي حوايج اللي كنعرفوها كاملين. يمكن اختيارات المدرب الإسباني اللي تعاقد مع الجمعية الملكية المغربية لكرة القدم، كان من الخطأ أن تتعاقد مع مدرب أجنبي، بحكم أن كرة القدم النسوية يلاه بادية، خاصها ولد البلاد، خاصها اللي يزيد بها القدام، خاصها واخا ما تكونش خبرة، خاص تكون ديك لا غرينتا وديك القتالية في اللاعبات، وهادشي اللي ما شفناش في المباريات ديال المنتخب النسوي. والخسارة أمام المنتخب الكاميروني كانت بالإمكان أن النساء أنهم يوصلوا للنهائي، تضييع ركلة الجزاء في الوقت الأشواط الإضافية وبزاف ديال الحوايج، ومن زاد طير البلة بعد ما خرجوا مشينا باش نلعبوا المركز الثالث وكنخسروا. كذلك مع المنتخب الجزائري بضربات الجزاء، وجاتنا ضربة جزاء في الوقت البدل الضائع من توقيت المباراة في الدقيقة 90، وكنضيعوا عاوتاني ضربة جزاء. لعنات ضربات الجزاء على المنتخبات المغربية، الفئات السنية ككل. منتخب الرجال كذلك لعب أحسن كأس أفريقيا هنا في المغرب، قبل منه كان في النسخة ديال الكوت ديفوار والخسارة أمام جنوب أفريقيا في الدور الثاني غريبة، خسارة اللي غريبة بواحد النتيجة ب2-0. ومن بعد الإنجاز ديال كأس العالم في قطر كنخسروا بهاد النتيجة ديال 2-0 أمام جنوب أفريقيا، وشفنا الطريقة وتضييع عاوتاني ركلة جزاء من أشرف حكيمي في تلك المباراة. جينا المغرب باش نشوفوا اللقب ونفوزوا باللقب هنا امام الجمهور ديالنا، بالتنظيم العالمي اللي دار المغرب، 9 ملاعب في المغرب، انجازات ضخمه للملاعب، طرقات، كلشي واجد هنا باش تكون تظاهره واحسن تظاهره على المستوى الافريقي، تظاهره اللي وصلت للصيت العالمي. كما كيقولوا كاس العالم مصغر هنا كان في المغرب، لكن هادشي كامل وهاد الانجازات اللي درنا على مستوى البنيه التحتيه ما مشاش معنا في صالح الكره ديالنا.
مشاش معانا باش نتوجو وكنديرو ماتشات كبار، كنوصلو لصعوبة النهائي. بعد ما اجتزينا دور المجموعات بسهولة، ولكن في الدور الثاني لقينا صعوبة، وفي الدور الربع النهائي كذلك صعوبة، في الدور نصف النهائي لقينا صعوبة بركلة الجزاء أمام نيجيريا كنتذكرو، وكنوصلو النهائي أمام المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي اللي كان متمرس آنذاك وكان عندو منتخب قوي، وكنا غاديين في المباراة صحيح. ضيعنا بزاف د الكور، جاتنا آخر كرة في الدقيقة 95 ولا 96، الوقت البدل ضائع بعد ما توقفت المباراة 15 دقيقة، ومازال غادي نرجعو لهاد الحديث على هاد المباراة والإقصاء والخسارة وكيفاش كانت، والقرار ديال الطاس اللي مازال كنتسناوه كاملين. بعد ذلك كنخسرو كنضيعو ركلة الجزاء عن طريق إبراهيم دياز، وكنضيعو ركلة الجزاء منذ مباراة نتذكر منذ مباراة الكوت ديفوار ومباراة ديال البنين، حكيم زياش، كذلك هاد إبراهيم دياز كيجي وكيضيع ركلة الجزاء، أشرف حكيمي كذلك. يعني لعنة ركلات الجزاء كتصيب المغاربة كاملين، فئة ديال كرة القدم لا النسوية ولا الرجال. كذلك النساء أضاعوا ركلات جزاء حاسمة في المباريات ديالهم، والرجال كذلك كيضيعوا كرات غراب في النهائي اللي كنا كاملين كنتسناوه أمام المنتخب السنغالي باش نتوجو باللقب، وكنخسرو لقب الأشواط الإضافية بعد ما سجلت السنغال هدف حاسم، وكيتهزو اللقب هنا في المغرب، وكيديو لك لقب من قلب البلاد ديالك. هذاك الشيء اللي كان صعيب، وهذا الشيء مازال ما غاديش يحبس حتى لهنا. واليوم عاوتاني كذلك كرة القدم النسوية كيتخساو من دور نصف النهائي أمام منتخب الكاميرون بطريقة بشعة. تفرجنا كاملين، ضربة جزاء ضاعت في وسط الماتش في الوقت الإضافي اللي ضافتو الحكامة، ومشينا وضيعنا زدنا ضيعنا ركلات الجزاء في ضربات الجزاء. زيد على ذلك مباراة ترتيب بالأمس أمام المنتخب الجزائري، كنا كنتمناو أننا نكونوا مزيانين نربحوا، تقدمنا في المباراة كنا غاديين مزيان، تعادلوا المنتخب الجزائري، جاتنا ركلة جزاء الدقيقة الأخيرة وكنضيعوها، وكنمشيو لركلات الجزاء وكنخسروا في ركلات الجزاء. كتبين أنك كتضيع ركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة، يعني غادي تخسر لا محالة في المباراة، وهادشي اللي كان خسارة المنتخب المغربي في هذه المباراة هذه، وكيحتل المركز الرابع في كأس أفريقيا للسيدات في المغرب. مشكل عويص للكرة المغربية. كما هضرنا بالأمس في واحد الفيديو خفيف شورت في اليوتيوب، قلنا لكم بأن الكرة المغربية سيجلسوا على المائدة ويهضروا عاوتاني في إطار هذا الشق هذا ديال المشكل، أننا كنوصلوا لأبعد نقطة وكنوصلوا حتى للنهائيات والأدوار اللي متميزة وإقصائية، ما كنكونوش في نهارنا. المشكل هو عقدة نفسية أو مشكل خلل في طريقة تدبير الأمور. هذا مشكل عويص خاصو حل أقرب الأجل، لأن المباريات مازالين كاينين، كؤوس مازالين جايين. ما يمكنش تمشي لكينيا في كأس أفريقيا الجاية عاوتاني ودير نفس تحقق المبتغى، توصل لشي نهائي وتخسرو. هادشي راه ما بغيناش، ولكن توصل للناس وتخسرو. واخا الأمور صعيبة غادي تكون في كينيا، وغادي يكونوا ملاعب وحدة أخرى، جو واحد آخر، تنظيم واحد آخر، فرق أخرى، منتخبات مشاركة قوية، كنعرفو الأضغال الإفريقية، ولكن نتمناو أن الأمور توضح والقجع يكون مسؤول على هادشي هذا اللي حاصل للكرة المغربية من إخفاقات. رغم كاين إنجازات، لكن كاين إخفاقات كثيرة بحكم حتى الأندية الإخفاقات ديالها في السنوات الأخيرة كانوا إخفاقات اللي كثيرة، مثل في نهائي الجيش وصن داونز خسرناه هنا في الرباط كذلك، وكذلك في مباراة ديال آسفي اتحاد العاصمة في المغرب كنخسروا كذلك أمام اتحاد العاصمة الجزائري وما كنوصلوش للنهائي. يعني خصنا نجلسوا كاملين ونجلسوا حتى الأندية ويكونوا عندهم واحد الحب للفرق ديالهم، ويكون واحد رزانة وتسيير عقلاني باش نكونوا غاديين ديما واحد الهدف، واحد التتويج بالألقاب وليس المشاركة والوصول إلى أبعد نقطة. هادشي اللي خاص المسيرين ولا الفرق ولا اللاعبين يديروه في راسهم. هادشي اللي نتمناو. كانت الحلقة ديالنا اليوم هضرنا على طريقة تدبير الأمور
في الكره المغربيه. الكره المغربيه اللي عاشت طفره قويه، واحد النهضه قويه في المنتخبات ديالها، وكذلك على مستوى البنيه التحتيه، بناء الملاعب، مدرجات من شيء من عالم اخر، طرقات، فنادق، مدن عالميه تستاهل انها تنظم كاس افريقيا وكاس العالم ونسخ قادمه. لكن هادشي كينعكس ولا كيتعكس مع الانجازات ديال الكره والفرق المغربيه حاليا. فلهذا خاص مراجعه الاوراق، تريث، ويشوفوا الخلل فين كاين، لان ما يمكنش تبقى توصل حتى للنهائي وتخسر نهائيات برعونه امام منتخبات ما مصنفاش معاك وانت مصنف احسن منها على المستوى العالمي. هادشي اللي نتمناه. لايك واشتراك الفيديو. كي جاكم الفيديو اليوم اللي هضرنا فيه على الكره المغربيه، الحقبه ديالها كيفاش كانت، كيفاش توجوا بالالقاب وكيفاش خسروا القاب. نتمنى انكم تدعمونا بلايك واشتراك الفيديو باش نهضروا على مواضيع اخرى، حلقات خاصه ان شاء الله من هنا قناه اسماعيل الزهري. لايك الفيديو، تعاليق ديالكم، شكون المسؤول حول هذه المهزله هذه اللي وقع حاليا للكره المغربيه. الى اللقاء.